السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ما تدخلش علاقة حب وانت فاشل، ايا ما كان الفشل بتاعك ده، سواء فاشل في علاقة حب قبلها، في زواج، في عمل، في مشروع بعينه. المهم ان انت ما ينفعش تدخل علاقة جديدة وانت فاشل في شيء معين في الحياة. ليه؟ عشان عندنا حتة فشل، حتة وجع. في حاجة عندنا مش مظبوطة. ما سبتش نفسك انك تتعافى من اللي عدى او من اللي فات. يعني ما ينفعش ان انا اكون فاشل في عمل واروح تحب ايه بقى اما انت اصلا ما عندكش العمل ولا النجاح ولا الطموح ولا عندك هدف حققته. هتروح بقى للعلاقة الجديدة او للشخص الجديد اللي هتدخله حياتك، هتقوله انا ايه؟ انا فاشل في شغلي؟ هل ده ينفع؟ لا طبعا، ولا مقبول، ولا حد يقدر يقبل بيه. ولو فاشل في علاقة حب قبل كده، طب العلاقة الجديدة دي انت بتهرب بيها من العلاقة اللي فشلت عندك قبل كده، فبرضو ما ينفعش انك انت ترتبط بإنسانة تانية تدخلها معاك في حالة فشل زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ هنشرحها دلوقتي ونقول انك انت لو خارج من قصة حب فاشلة، فعايز تنسى اللي فات، هتعمل ايه؟ هتدخل في علاقة حب جديدة وانت مش مجهز ليها، عندك ألم، عندك جرح، عندك صدمة، عندك ما تعافتش، مفيش تعافي. فانت بالتالي بتهرب من الحالة اللي انت فيها، لانه في حاجة جديدة تبقى في حياتك. سواء بنت هتبقى عايزة واحد يقول لها كلام حب ينسيها اللي فات، سواء راجل هيبقى عايز بنت تقول له كلام حب وتدخله في حالة عاطفية وتنسيه اللي فات. المشكلة هنا بقى ان انت هتفرح بالانفراجة الجديدة وهوجة المشاعر الجديدة اللي انت داخل فيها، وحلاوة البدايات والحنية والطبطبة، وفجأة لحظة ما هتفوق وتلاقي نفسك مع شخص تاني انت ما تعرفش عنه اي حاجة. ما تعرفش انت حبيته ولا ما حبيتوش، ما تعرفش هتقدر تكمل معاه ولا لا، ما تعرفش يعني هتعيش معاه ازاي. انت مجرد بتهرب من حالة انت قلبك وعقلك ومشاعرك وحياتك مش قادرة تتقبلها، مش قادر تتقبل فكرة ان انا فشلت، او ان في حد سابني، او ان في شغل انا وقعت فيه، او في مشروع دخلته فبالتالي خسرت فيه كل حاجة، فمش قادرة اتقبل الحتة دي. اعمل ايه؟ اجيب حد ينسيني، وبعد ما فوق الاقي نفسي قدام شخص انا ظلمته 1,000,000%. ظلمته ليه؟ لاني مش هديله حقه. هو هيكون ليه عليا حق ان هو وقف جنبي في اللحظات اللي انا محتاج فيها حد يقف جنبي، لكن انا مش هقدر اديله حقه. ليه؟ عشان انا معرفوش، انا ما شفتهوش في نوبة غضبي ونوبة اعتراضي ورفضي للي انا فيه، ما شفتهوش. انا جبت وسيلة اتعافى بيها، او الاشياء اللي تشدني من الغرق، او اللي هو يخرجني من اللي انا كنت فيه. طب هو بقى حقه هو عليا فين؟ لذلك انا بقول ما ينفعش نرتبط نهائيا في اي حالة فشل في حياتنا، سواء فاشل في شغلك، سواء دخلت مشروع وفشلت، سواء فاشل في اي علاقة في اهلك، في اي علاقة. طالما فشلت في جزء، سيب نفسك لما تتعافى، لما قلبك يشفى، لما مشاعرك ترجع تبقى طبيعية. لازم اخد وقتي، لازم احزن، لازم ابكي، لازم اعيط، لازم اتصدم، لازم اسخط، لازم اغضب، اسيب كل مشاعري تطلع كده واعبر عنها بكل، اصوت، اعيط، المهم ان انا اخلي جسمي وعقلي وقلبي ومشاعري تتعافى. لما هتعافى هدور على الشخص الصح، هختار صح، هحب من جديد، هتعامل بمشاعر قمة في الرقة والذوق والحب، وفعلا هعيش المشاعر والحاجات الحلوة اللي انا عايزها. لكن ان انا اهرب واجي على ناس تانية، يبقى بظلمهم وبظلم نفسي، لاني في الاخر هقول لهم مش انتوا، انا معرفكمش. بقى ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنك تدخل أو ترتبط أو تحاول إنك أنت تعمل علاقة عاطفية مع أي حد وإنت فاشل. لازم الأول تحقق هدف. الهدف ده سواء هدف
شغل، مشروع، علاقة انك انت كنت فيها اصلا تكون حققت فيها هدف، نجحت فيها. ولازم بعد ما تتعافى توجد لنفسك هدف جديد. تخيل بقى ان انت مش بعد ما تتعافى على طول تجري تحب تاني، لا، انا لازم اوجد لنفسي هدف جديد، دنيا جديدة، حياة بره العيشة اللي انا كنت عايشها في العلاقة اللي فشلت او في الحاجة اللي فشلت، بره الدايرة اللي انا كنت عايش فيها. لازم اعمل دايرة جديدة، لازم اخلي عندي حياة جديدة، عشان لما يجي الشخص اللي انا عايز اعمل معاه علاقة او ارتبط بيه يبقى احنا الاتنين في حياة واحدة، دنيا واحدة، حاجة واحدة. انا مشاعري تعتبر بكر وانت مشاعرك بكر بالنسبة لي وبالنسبة له. يعني اسيب نفسي وعقلي وقلبي هما لما يهدوا ويتعافوا هما اللي يختاروا، يقولك هو ده الشخص، يشاور لك عليه، هو ده الشخص ده اللي انا نفسي اكمل معاه، هو ده اللي شدني، هو اللي مشاعري اتحركت له تاني. اصل احنا مش حيوانات في غابة هنسيب ده ونجري ورا ده، او انت هتسيب دي وتجري ورا دي. احنا بني ادمين، ربنا ليه خلق لنا عقل وليه خلق لنا قلب وليه خلق لنا مشاعر؟ ما كان سابنا زي الحيوانات وقت التزاوج كله يجري وخلاص. لا، احنا بني ادمين لينا مشاعر، لينا احاسيس، في رقي في الحته دي بالذات. لازم يبقى في رقي، لان الانسان مكرم عن باقي البشر، عن باقي المخلوقات. ما ينفعش ان انا ابقى ماشي في الدنيا كده معلش يعني زي الحيوانات. لازم تسيب لنفسك مساحه تتعافى، والا جسمك نفسه هتلاقيه هو اللي بينتقم منك. على فكرة دي حاجة نفسية، يعني حاجة في علم النفس، ان انت لو كتمت وكبت مشاعرك وهربت بيها من القهر والظلم والصدمات، وهربت بيها لحد تاني ورميت نفسك فيه وتجاهلت انك تخرج مشاعرك الوحشة دي، او مشاعر الصدمة او مشاعر الخذلان او مشاعر الفشل، جسمك هيبدأ ينتقم منك بأمراض انت مش هتعرف تعالجها. عشان كده بنقول لازم نسيب نفسنا نتعافى. فما ترتبطش وانت فاشل، لازم ترتبط وانت ناجح 100%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.